السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قبل ما ابدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي، ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل مع بعض النهارده الفراخ بتاعه المطاعم بطريقه سهله وسريعه في البيت. تعالوا بقى مع بعض نشوف عاملينها ازاي، ولو جربتيها بالطريقه دي صدقيني مش هتبطلي تعمليها من كتر ان هي سهله وسريعه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده معايا فرخه مسكتها غسلتها كويس جدا جدا، ملح وخل وليمون ودقيق، وبعد كده هشطفها من محلول النقع ده. بعد كده بقى هابتدي ان انا اسلقها نص سلقه كده عشان هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. ابتدي بقى ان انا احيق الفراخ عادي، ظبطت الملح بتاعي الاول، وبعد كده نص معلقه كمون وكزبره وفلفل اسمر وورقه اللورا وكام فص حبهان كده، ونزلت كده برشه من الجنزبيل عشان الزفاره، ومعايا كده نص معلقه صغيره من السبع بهارات. وممكن تستغني عن اي نوع من التوابل وتحط اللي انت عايزاه. هنا كده بعد ما ابتدت ان هي تغلي هنزل معاها بواحده طماطمايه ويعني بصلايه وسط كده. تعالوا بقى مع بعض نعمل اللي هو الرز المبهر. بصوا بقى معايا حتة سمنة بلدي كبيرة كده ما شاء الله، أو ممكن تستخدميه زيت بس. هنا كده بعد لما نزلت بمعلقة زبدة كبيرة هبتدي إن أنا أنزل بشوية زيت عشان السمنة ما تتحرقش. ابتدي بقى إن أنا أسيح السمنة شوية كده. وهنا كده السمنة بعد ما ساحت معايا تعالى أقول لكم التوابل اللي أنا هحطها. معايا هنا 5 فصوص من الحبهان، كسرتهم بس كده عشان يطلعوا النكهة بتاعتهم. وبعد كده معايا هنا عود قرفة، حطيت نص واحد بس، او ممكن تكتري او تقللي اللي انت عايزاه. نزلت بقى هنا بمعلقة كبيرة كده من الكاري. وبعد كده نزلت بنص كبير كده من السبع بهارات. وطبعا بعد كده نزلت هنا بشوية ورق لورا، بس يعني كام ورقة كده مش كتير. هدي بقى كل التوابل دي كده تقليبة بسرعة، يعني زي تحميصة سريعة كده. وبعد كده كنت غاسلة الرز وصفيته كويس، وبعد كده نزلت عليه على طول. وهنا بقى كنت حاسة اللون كده مش قوي، نزلت على طول بشوية بودرة زعفران، أو ممكن تستبدليها بالكركم برضو هيدي نفس النتيجة. وبعد كده هغلف بقى الرز كله بالسمنة عشان يبقى كله متحمر معايا كده، ما يبقاش يعني لسه فيه مية. وهنا كده بعد ما الرز اتحمر معايا، وهنا كده الرز بعد ما اتحمر معايا هبتدي بقى ان انا اسقيه كده، يعني هسقي الرز عادي. وطبعا المقدار المظبوط في الشوربة ان يبقى الرز كده يا دوبك ان يعني تبقى الشوربة مغطياه بقيمة عقلة صباع بس. وهنا كده بعد ما سقيت الرز هعمله بقى معاملة الرز عادي خالص، يعني هستنى عليه لحد ما يتشرب، وبعد كده هوطي عليه واركنه بقى لحد ما هنا كده بقى ما شاء الله كنت اخدت النكهة بتاعت الحاجات دي، فطبعا هشيلها قبل ما اقلب الرز، واسيب بس عود القرفة عشان عايزة يعني بحب يبقى القرفة كده باينة فيه ثانية. ولو عايزة تحطي برضو قرفة بودرة مع الرز طبعا بتديله طعم جميل جدا، بس أنا بصراحة ما كانش عندي. هنا بقى كان الرز استوى كده وكنت طفيت عليه. أما عن الفراخ بقى، أنا طبعا طلعتها من الشوربة. معايا بقى هنا كده كوباية من الدقيق صغيرة، وحطيت كده شوية دقيق تاني عشان ما شاء الله هستخدم الكمية كلها، أو ممكن تستكفي بالكوباية بس. وبعد كده نزلت عليها بمكعب مرق. بعد كده بقى هظبط الملح بتاعي. ومعايا بقى نص معلقة صغيرة من الكمون والكزبرة والشطة والفلفل الأسمر والسبع بهارات ورشة كده من الزعفران. وهقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه. وبعد كده هقسم الخليط ده على نصين، بس هخلي نص كبير شوية ونص التاني صغير، هقول لكم ليه دلوقتي. بنفس الكوباية بقى اللي أنا حطيت بيها الدقيق كده هبتدي إن أنا أملاها مية، وهنزل على الدقيق اللي أنا حطيته ده، اللي هو النص اللي هو يعني قليل شوية. هبتدي أنزل بالمية واحدة واحدة كده، وهقلب لحد لما يبقى القوام مظبوط معايا، هتشوفوه دلوقتي اللي هو القوام ده كده مظبوط. تمام.
هنا بقى رشة الزعفران اللي أنا كنت لسه باقول لكم عليها، أو ممكن تستبدلوها بالكركم عادي. هادّي بقى الخليط التاني ده تقليبة سريعة كده، وبس كده، هو ده الخليط المضبوط بتاعي. معايا الفراخ بقى كنت سِبتها هديت شوية كده عشان أعرف أتعامل معاها. بعد كده بقى مسكت الفراخ بتاعتي، بقيت أنزل بيها في الخليط اللي هو السايل ده، أغلّفها كويس، بعد كده أطلّعها من يعني الخليط ده، أنزل بيها بالدقيق، وبعد كده هابدّرها برضه بالدقيق كويس، وأنزل بقى في الزيت يبقى سُخن. هاخلّص بقى كل الكمية اللي عندي وأرجع لكم. لو جرّبتِ الفراخ بالطريقة دي صدقيني مش هتبطّلي تعمليها. يعني مش لازم تستخدمي يعني كل الحاجات اللي أنا استخدمتها بالضبط، لأ ممكن تقلّلي حاجة، تزوّدي حاجة اللي أنتِ عايزاه. أول بقى لمّا ابتدي إن أنا أنزل بيها في الزيت، أنا كنت يعني مهدّية على الزيت شوية عشان الفراخ تكمّل سواها، تمام، فأنا كنت سلقاها بس نُص سلقة كده عشان تبقى يعني سهلة معانا وإحنا بنقليها. أهم مرحلة بس يبقى الزيت سُخن معاكِ شوية عشان أول لمّا تنزّلي الفراخ ما تفُكِّش منِّك، عشان تفضل محافظة على القرمشة بتاعتها، وهو ده السر اللي هو بتاع المحلات اللي كلّهم مخبّيينه علينا. مش هتاخد بقى أكتر من 4، 5 دقايق بالضبط على كل جنب، وأول لمّا تتحمّر هتبتدي إن أنتِ تشقلبيها على الجنب التاني على طول عشان تتحمّر من الجنب التاني. وهنا كده كانت اتحمّرت معايا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، عن الجمال يا جماعة أتحدث قليلًا بجد، ما شاء الله بجد جرّبوها، أنا ساعتها في اليوم ده ما شاء الله كنت عاملة كمية يعني، اللهم بارك، الشكل ما لوش حل بجد. وهنا بقى بعد ما خلّصت الكمية كلّها، يا ريت بقى اللي لسه ما جرّبهاش يكتب لي في الكومنتات، واللي جرّبها برضه يكتب لي في الكومنتات ونشوف مين فينا أشطر. هنا ما شاء الله كان الرز بتاعي مضبوط جدًا، وكانت الفراخ مستوية جدًا، جدًا، وبس عملت جنبها شوية سلطة خضرا، وممكن برضه تعملي جنبها شوية سلطة طحينة كده. ولحد هنا كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، ما ننساش بقى اللايك الجميل والاشتراك الأجمل عشان يوصلك كل جديد من بيت العز الكبير، والسلام عليكم ورحمة الله.